بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها بابي، وبنشوفها وهي طايرة بالمكنة مع واحد وبيعمل حادثة، وبتروح بابي عشان تنقذه، وبتروح معاه المستودع عشان تعبان، وبتدخل معاه في علاقة. حنينة مرضتش تسيبه كده، وبعدها بتصحى من النوم وبتشوف خاتم الخطوبة اللي في ايديها، وبتكون مرعوبة، وبنعرف انها كانت بتحلم، وبترن على خطيبها كايو. وبيرجع كايو من السفر وبيفاجئ بابي، وبيقول لها انه هيشهد في قضية عميل عنده، وان هو اشتغل في غسيل الاموال. وبتتفاجئ بالحلقة اللي جابه لها، وبيلاحظ كايو انها زعلانه، وبتقول له انها بتفكر في الموتوسيكل بتاعها، وده لانها هتبيعه. وبيشجعها وبيقول لها انت محتاجه الفلوس عشان الفرح. وتاني يوم بتقيس فستان الفرح، وبتحكي لصاحبتها على الحلم اللي حلمته، وبتكون حاسه بالذنب انها حلمت بحد تاني غير كايو. وبتدور صاحبتها في تفسير الاحلام، وبتقول لها ان ده مش معناه انها عاوزه تخون خطيبها، بس ده معناه انها بتخون نفسها، وده عشان هي حاسه انها بتاخد قرار غلط. لكن بابي بتكون متاكده انها عاوزه تتجوز، وبتقول لصاحبتها انها مش هتفضل تتعرف على رجاله على برامج المواعده زيها. وبتكون بابي فرحانه وهي لابسه فستان الفرح. وبعدها بتروح الشركه وبتقابل تياجو، وبيكون هو اقرب صاحب ليها وشريكها في الشغل. وبنعرف ان كايو بيتعامل معاه، وتياجو يبقى المحاسب بتاعه. وبتطلب بابي منه انها تحضر جلسه الاستماع بتاعه كايو، بس بيقول لها تياجو انها مجرد جلسه عاديه. لكن بابي بتكون مصممه عشان هي شريكه في الشغل وان ده واجبها، فبيوافق وبيروح المحكمه. في الوقت ده بتشوف موتوسيكل زي بتاعها، وبتحكي لتياجو، وبتكون زعلانه عشان هتبيعه. وبعدها بتدخل المحكمه، وبتتفاجئ لما بتشوف القاضي، وده نفس الشخص اللي كانت بتحلم بيه. وبعدها بيوصل كايو وبيشهد انه ملهوش علاقه بالعميل، وانه ما كانش يعرف انه بيشتغل في غسيل الاموال. وبعد المحكمه بيودع بابي عشان هيسافر تاني، وبتعرض على تياجو انه يحضر حفله العزوبيه بتاعتها عشان هو اقرب صاحب ليها، بس بيرفض عشان تستمتع بالحفله. وبعدها بتخرج بابي بالموتوسيكل بتاعها، وده لانها اخر مره هتركبه وبعدها هتبيعه. وتاني يوم بتحضر حفله العزوبيه، وبتكون فرحانه جدا، وبتديها صاحبتها صندوق، وبتقول لها في حد جايب لها هديه ومش كاتب اسمه. وبتتصدم بابي لما بتفتحه، وبتلاقي صور خطيبها كايو وهو بيخونها، وبتنهار وبتحبس نفسها في الحمام، وبتفضل تعيط. وبتحاول صاحبتها تخرجها، وبتقول لها ان كل اللي في الحفله مشي، بس بابي بترفض لحد ما تياجو بيوصل، وبيطلب منها انها تخرج. وبترفض عشان كل اللي في الحفله هيضحكوا عليها، بس بيقول لها ان كل اللي في الحفله بيحبوها، وانه مستعد يعمل اي حاجه عشانها. وبيقنعها وبتخرج، بس بتقول لهم انها لازم تروح شركه كايو. وبتكذب على موظف الاستقبال، وبتقول له انها جايبه هديه لخطيبها. وبتدخل المكتب وبتدور على اي معلومات عن البنت اللي كايو يعرفها، وبتحاول تفتح اللابتوب بس مش بتعرف. وبتتصدم لما بتلاقي رساله من حبيبته، وبتعرف بابي انه يعرفها من سنتين، وبتزعل وبتفضل تكسر في المكتب. وبعدها بتاخد اللابتوب معاها وبتمشي، وبتحكي لهم صاحبتهم عن اللي عملته، وانها دخلت في علاقه مع موظف الاستقبال عشان تعطله قبل ما يشوف التكسير اللي عملته صاحبتها. وبيضحكوا عليها، وبعدها بيوصلوها للبيت، وبتكون زعلانه ومش عاوزه حد معاها. وبيعدي كام يوم وهي حزينه لوحدها، وبتكون ولعت في صورها هي وكايو واي حاجه ليها علاقه بيه. وبتفضل في البيت لحد ما باتي صاحبتها بتجبرها تروح معاها الكوافير. وبتقرر بابي تغير لون شعرها، وبيتفاجئ تياجو لما بيشوفها، وبتطلب منه يمنعوا تعاملهم مع كايو. وبيحذرها وبيقول لها انهم بالشكل ده هيخسروا، لان شغل كايو يعتبر نص دخلهم. وبيجي اتصال لبابي من مساعد ماركو، وبيعرفها انها نسيت ملفاتها في المحكمه، وبتروح له بابي عشان تاخد الملف. وبيتفاجئ ماركو لما بيشوفها، وبيفضل باصص لها ومبلم. وبيلاحظ المساعد بتاعه انه معجب بيها. وبعدها بتخرج بابي وبتلاحظ الموتوسيكل، وبتقف تتفرج عليه. وبيروح لها كايو، وبيكون باين عليه انه حزين، وبيحاول يبرر لها موقفه وانه ما بقاش على علاقه بالبنت دي، بس بتزعق له بابي وبتقول له انه بيخونها من سنتين، وانه كذاب وهي مش عاوزه تسمع منه حاجه. وبيحاول كايو يمسكها، بس ماركو بيبعده عنها. وبيسأل بابي لو كان مضايقها، وبيقول لها انه هيفضل يحاول عشان ترجع له. وبينتهز الفرصه وبيروح يعزمها على اي حاجه، وبتحكي له ان كايو كان خطيبها. وبعدها بتسأله هو انت متجوز؟ قال لها لا. وبتلاحظ ان في واحده ورا بتبص لهم، وبيتوتر ماركو وباين انه يعرفها، وبيسيب بابي وبيروح لها. وبعدها بتكلم صاحبتها وبتحكي لها على اللي حصل، وبتقول لها انها قلقانه لانها دورت على صفحه ماركو ما لقتش اي حاجه عنه. وبتتصدم بابي لما بتروح البيت وبتلاقيه متبهدل. وبتتصل على تياجو وبيجي لها على طول، وبتقول له انها شاكه في كايو هو اللي عمل كده. وبعدها بتحكي له على اللي حصل مع ماركو، وبيحذرها وبيقول لها ان غريب القاضي ده يقرب منها، وان هي حاليا مشاعرها مش مستقره. وبيطمنها وبيقول لها ان
انه هيفضل جنبها، وباين كده ان تياجو معجب بيها، وبيقول لها انه ممكن يبقى اكتر من صاحب. لكن بابي بترفض عشان لسه خارجه من علاقه فاشله، وبيقدر موقفها وبيسيبها ويمشي. وبتقرر بابي ترجع الموتوسيكل بتاعها، وبتقدر ترجعه من البايع، وبتنضم لنادي مسابقات. وبتكون عارفه ان ماركو موجود هناك لانها شافت اسم النادي مكتوب على الموتوسيكل بتاعه. وبيكونوا طالعين رحله لمده يوم او 2، وبيحاول صاحب النادي يقرب من بابي، بس ماركو بيطلب منها انها تخرج معاه وتشوف الغروب. وبتوافق بابي وبتكون مبسوطه جدا، وبعدها بتحكي له عن الحلم، وبتقول له انها حلمت بيه قبل ما تشوفه. وبيحاول ماركو يقرب منها، لكن تليفونه بيرن وبيبقى لازم يسيبها ويمشي. وبتزعل بابي وبتتصل على صاحبتها تحكي لها اللي حصل، وبعدها بيعرض عليها صاحب النادي انه يتمشى معاها شويه، لكن بابي بترفض وبتقعد على البحر لوحدها. وفي الوقت ده بيرجع ماركو وبيعتذر لها على اللي حصل، فبتقول له ان مفيش داعي انه يبرر موقفه، وده لانها مش عاوزه تدخل في علاقه جاده. لكنها بتضعف وبترجع في كلامها وبتدخل معاه في علاقه، وبيظهر ان في حد بيصورهم. وبتصحى تاني يوم وبيكون ماركو سايب لها جواب وانه لازم يمشي، وده بيزعلها. وبيكون كاتب لها ان يوما ما هيحكي لها على كل حاجه. وبعدها بتخرج بابي وبيقابلها صاحب النادي، وبيحذرها من ماركو، وبيقول لها ان ده مفيش حد يعرف عنه حاجه لانه مش بيتكلم ولا بيتعامل مع حد في النادي. وبتقلق بابي، وبعدها في حد بيبعت لها فيديو ليها مع ماركو، وبيحذرها انها تقرب منه. وبتحكي لباتي وبتقول لها انها شاكه في كايو، وبتشك كمان في تياجو. فبتستغرب باتي لما بتحكي لها على اللي حصل وانه اعترف لها بمشاعره. وبتقول لها باتي ان تياجو كان مع اصحابه في الوقت اللي كانت هي فيه مع ماركو، وبتوري لها فيديو. فبتحس بالذنب لانها شكت في اقرب صاحب ليها. وفي الوقت ده بيحاول ماركو انه يتصل بيها، بس مش بترد عليه. وبتحاول انها تفتح اللابتوب بتاع كايو، وبتنجح في انها تلاقي الرقم السري. وبتتصدم لما بتشوف المعلومات اللي عليه. وتاني يوم بتكلم تياجو، وبتعرفه ان كايو متورط في الشركه اللي متهمه بغسيل الاموال، وانه كان بيخدعهم طول الوقت. فبيتعصب تياجو وبيقول لها انه هيروح يضربه، بس بابي بتهديه وبتقول له انهم لازم يتصرفوا بعقل، وانهم هياخدوا اللابتوب ويودوه لماركو، وده لانه هو القاضي اللي كان بيحكم في القضيه. فبيوافق تياجو وبيقول لها انهم الاول هيعرضوه على المحامي بتاعهم، وبيحلف لها انه ملهوش علاقه بالموضوع. وبتصدقه بابي. وفي الوقت ده بيجي لها بوكيه ورد من ماركو، وبيطلب منها انها تقابله. فبيحذرها تياجو وبيقول لها تبعد عنه، بس باتي بتشجعها انها تقابله، وده لانها مش هتتجنب كل الرجاله وتعيش لوحدها. وبتسمع كلامها وبتجهز نفسها وبتروح له البيت. وبيتكلم ماركو عن نفسه وعن السبب اللي خلاه يبقى قاضي. وبعدها بتقول له بابي انها رايحه الحمام، وبتتفاجئ لما بتفتح الاوضه اللي قدامها وبتلاقيها اوضه اطفال، لكن ماركو بيمنعها انها تدخل وبيقفل الاوضه. ولما بترجع بتلاقي مكالمات كتير من باتي، فبتبعت لها رساله وبتطمنها. وبتتطور علاقه بابي وماركو وبتبقى مبسوطه قوي. وبيقول لها انه صعب عليه انه يثق في حد ويقول له مشاعره، وانه بيمر بمشاكل كتير معقده، وان وجودها جنبه غير كل ده. وبتساله بابي عن المشاكل اللي بيمر بيها. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت عالي بره، وبتتصدم بابي لما بتخرج وبتلاقي واحده بتزعق لها وبتقول لها انها تبقى مراته. وبيحاول يوضح الموضوع لبابي، بس مراته مش بتديله فرصه، وبتقول لها انه سابها في اكتر وقت هي محتاجاه فيه، وانه هيعمل فيها اكتر من كده، وده لانه بيتسلى بيها. وبتزعل بابي وبتسيبهم وتمشي، وبتسوق بسرعه عاليه جدا لحد ما بتظهر عربيه وبتخبطها وبتعمل حادثه. وبعد شويه بتفوق وبتلاقي باتي جنبها، وبيزورها تياجو. وبتقول بابي انها شاكه ان اللي حصل ده مش حادثه، وان في حد كان عاوز يخبطها. وبيسالها تياجو عن اللي هيعمل كده، فبتقول له بابي انها شاكه في كايو. اي مصيبه كايو اللي عملها، ليه مش عارف. وفي الوقت ده بيدخل ماركو، لكن بابي بترفض تكلمه، وبيطلب تياجو منه انه يمشي عشان ترتاح. فبيخرج ماركو وبيتصل على المساعد بتاعه، وبيكون عاوزه يدور على العربيه اللي خبطت بابي ويشوفها على تسجيلات المرور. وبترجع بابي لبيتها، وبيروح لها ماركو وبيكون عاوز يبرر لها اللي حصل في بيته، وبياخدها معاه المستشفى. وبتتفاجئ بابي لما بتعرف انه مخلف، بس بنته مريضه جدا وعندها حاله مرضيه نادره. وبيحكي لها عن مراته وانهم كانوا متجوزين من 4 سنين، وانهم كانوا فرحانين الاول، لكنه اكتشف قبل ما تحمل انها عندها امراض نفسيه، وانها حاولت تنتحر وكانت بترفض تروح لدكاتره. وحالتها باظت اكتر بعد ما خلفت، لدرجه انها حاولت تخطف بنتهم من المستشفى، وان بنتهم ما ينفعش تعيش
تعيش من غير الأجهزة. وده حصل في اليوم اللي سابها ومشي. وبعد اللي حصل قرر انه ما يرتبطش بحد تاني، بس هو حبها اول لما قابلها، وانه اتأكد انه مش عاوز يخسرها. وبتقول له بابي انها محتاجة شوية وقت عشان تفكر، وبيوافق ماركو وبيقول لها ان ده حقها. وبترجع بابي للشغل وبتقول لتياجو انهم لازم يبعتوا المعلومات اللي معاهم لماركو، وانها نسختها على CD. فبيوافق تياجو وبيقول لها انه هيعدي عليها ويروح لماركو، لكن تياجو بيرتبك بعد ما بابي بتمشي، وبيخرج من الشركة وبيروح لكايو، وبيظهر عليه انه مضروب. وبنعرف ان تياجو كان ليه علاقة بغسيل الاموال، وهو اللي اقنع كايو انه يشتغل معاه، وبيقول له انه ما كانش يعرف انه بيشتغل مع مجرمين، وانهم بيهددوه انه يصلح اللي حصل. وبيقول له تياجو انه اتظاهر انه ما يعرفش حاجة، وانه اخد فلوس كتير وصرفها على الويسكي والعربيات. وبنعرف ان تياجو هو اللي صور بابي مع ماركو، وهو اللي خبطها بالعربية، وانه عمل كل ده عشان يبعدها عن الموضوع، بس هي كانت عنيدة. عشان كده هما لازم يختاروا يا هما يا هي. وفي الوقت ده بيسمعهم ماركو وهما بيتكلموا، وبيعرف ان بابي في خطر وبيحاول يتصل بيها، بس بتكون مع تياجو في العربية، وبتتصدم لما بيهددها بالمسدس وبيمنعها انها ترد على ماركو. لكن بابي بتفتح التليفون وبتقول لماركو هي فين، فبيزعق لها تياجو وبيقول لها انه هيقتلها لو عملت كده تاني. وبيتصل ماركو على باتي وبيسألها على مكان بابي، وده لانها معاها برنامج بيعرفها مكانها. وبيوصل تياجو للغابة وبيطلب من بابي انها تعمل اللي هيقول لها عليه، بس بتكون مرعوبة وبتقول له انها مش هتعمل له حاجة، وانها عاوزة تنتقم من كايو مش منه، وانها متأكدة انه ما عملش حاجة غلط. بس تياجو بيرفع عليها المسدس وبيطلب منها انها تسكت، وبتتصدم بابي لما بتشوف كايو، وبيطلب تياجو منه انه يقتلها. فبيرفض كايو، بس بعدها بيوافق عشان بيهددوا تياجو، وبيقول لبابي انه بيحبها وغصب عنه بيحاول يقتلها بس مش بيقدر. في الوقت ده بتضربه بابي وبتحاول انها تاخد المسدس، لكن تياجو بيمسكها وبيقتل كايو، وبتترعب بابي وبتفضل تعيط. في نفس الوقت ماركو بيوصل وبيضرب تياجو، بس تياجو بيضربه بالنار، بس الشرطة بتوصل وبتقتل تياجو. وبعد 6 شهور بنشوف بابي وماركو وهما بيجهزوا أوضة لبنته لأنها هتخرج من المستشفى، وبتتصل باتي على بابي وبتعرفها إنها أخيرا لقيت الشخص اللي تحبه. وبتضحك بابي لما بتعرف إنه موظف الاستقبال بتاع شركة كايو، وبتخرج بابي مع ماركو وبتبقى فرحانة جدا. وبس بيخلص الفيلم. اكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتشغل الجرس عشان دعمكم ده هو اللي بيخلينا اكمل. وبس، انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير، سلام.